ناس كتير بتحب القطط، وكمان ما تقدرش تستغنى عنها في البيت. القطة ما يعني حيوان أليف جدا جدا. سيدنا النبي قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافات عليك. يعني بتاكل أي حاجة في البيت، بتروح وتيجي علينا، ليست بنجس. غير الكلب تماما، لأن الكلب للحراسة، غير ما تجيب كلب في البيت وتنظفه وتحميه برضه هو نجس، وبيمنع الملائكة من دخول البيت، زي ما سيدنا النبي قال. واحد يقول لك اصل الكلب ذكر في سورة الكهف، اقول لك ماشي نعم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بره الكهف، مش بيتجلب معاهم، لا ده هو حارس بره، حارس الفناء. فسبحان الله العظيم. واحد يقول لك اصل انا القطه عندي بتصرف مصاريف بالهبل. احب اقول لك يا عمي هي اساسا مكانها في الشارع، عايز تربيها ماشي. لو بتاكل، يعني انا كان عندي قطه كنت بحط لها من الاكل اللي هو في البيت عادي، يعني مش هروح اجيب لها اكل مخصوص لا. وبدها تتجوز وبدها، في ناس اولى كتير يا عم اديني وانا هدعي لك، في ناس كتير تحتاج. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، لو بتاكل من البيت مش عارف ايه عادي، مش لازم يبقى لها مصاريف كانك يعني جايب ست في البيت. في ناس تقول لك لا انا لا هي لا. صلي على سيدنا النبي وربنا يحفظنا ويحفظكم. متابعتك هتخلينا نستمر في نشر الخير، كل يوم معلومه جديده. والسلام عليكم.